وانت عامل ايه دلوقتي؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى جواز تحت شعار ايه الصمت ده؟ ايه اخبارك؟ لا بجد ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كله حلو يعني، كله ماشي وتمام معاك. الدنيا ايه نظامها؟ بعد ما بنعدي مرحله اكتشاف زراير الفرن وخناق فرده الشراب ومين اللي ساب نور الحمام قايد، نعمل حادي بادي مين فينا اللي هيقوم يفتح الباب، نهايه قعده الحمام اللي ما بتتقفلش بس دي مكمله معانا طول حياتنا. يبتدي تحس كده بفجاه بيبقى فيه صمت. يا جماعه انا متخانقش ليه؟ اول حاجه عشان نحل مشكله الملل هي ان احنا كده كده هنمل، يعني نآمن بالقصه دي وان ده الطبيعي وده العادي. فكره بقى ان كل يوم في حاجه جديده وجو شركات الانترناشونال، لا هم بيكذبوا على حضرتك والله عشان خاطر انت تبذل مجهود اكتر وبرده مش هتتعلم حاجه جديده. صدقيني فكك، كل يوم هيبقى جديد الطبخه اللي حضرتك هتعمليها. اول واحسن حل للقصه دي هو ان احنا نتقبل مرحله ايه الزهق ده. تاني حل بقى ان كل واحد يبقى ليه حياته، وانا مش بتكلم خالص ان انت تبقي اندبندنت وشغاله طول النهار وهو شغال طول النهار وما بتشوفوش بعض اصلا غير بالصدفه في البيت. انا اللي قصدي عليه ان احنا يبقى كل واحد ليه صحابه، كل واحد ليه خروجاته، كل واحد ليه القعده اللي بيحب يقعدها حتى لو لوحده. لازم يبقى كل واحد ليه الوقت بتاعه او شكل حياته اللي بيتبسط بيه. بس ده مش معناه خالص انك تخرج مع صاحبتك اللي كنت بتحب تحكي لها دايما اللي من ايام الجامعه، ها، عشان هتزعل. جاد ذكوريه تمام، بلاي ستيشن، كوره، حاجات كده. ليش بقى جو صحابي بقى وانتي قلتي عادي اخرج نقعد في البيت وهنزهق مع بعض.